اختصاص مجلس محلي المركز مدير عام طبقا للقانون. من دور اداره ده مش حاجه يعني ولكن طالما ان الرئيس التنفيذي مش من حقه يحل الشؤون القانونيه، يعني انا كان لزاما على الدكتور محمود يعني الاستثمار ما كانش قد لان مش حقه، مش حقنا احنا. اذا كنا احنا بنتواضع عن اي شيء فحطا في الدكتور محمود، ولكن الدكتور محمود ما حافظش على كيان المجلس هنا اللي بتزعلنا احنا. اذا كان زي ما بيقول الدكتور محمود وده مش صح، ان مش من حقي ان انا اجيب مدير عام، كان اولى عليه زي ما انا اخترت وكيل وزاره التربيه والتعليم كالعرف المتبع بصفته يتولى التنبيه على الساده المعنيين بالسؤال بالحضور في جلسه المجلس. طالما ان زي ما بيقول الدكتور محمود ان انا مش من حقي ادعي مدير عام، كان لزاما عليه يدعي مدير اداره وينبه عليه بالحضور في جلسه المجلس. ولكن للمره الثانيه مجلس محلي المركز قانونا من حقه يدعو مدير عام للاداره. ده مستواه. ومدير عام داخل المحافظه. يا ريس عايزين نحط موقف للاستهانه المدنيين والشعبيين. احنا بنيجي كلنا سايبين مصالحنا عشان يعني اما تنفيذي يستهين بالشعبيين كده مش سلبيه الراجل دي توبه الراجل دي اللي عامله فينا. انا مصلحتي ان انا اجيبه مش هو يحل المشكله دي موجوده عندي هنا في موقع. يبقى مصلحتي اجيب وظيفه اخرى في خلاف هنا، بس انا مش عايز انا واحد يجي يعلم عليا بقى. انا ماليش دعوه بالدرجه الماليه، انا بتكلم هناك اداره تعليميه لا هي مستوى التعامل معها. ده القانون بينص على كده كثيرا جدا. نبعت نقول عايزين فلان الفلاني، يبعت نقول لي ده مستواه، نحتكر المحافظه ولا تلاقي تعمل على مستواه. هل ده يقلل من شأن؟ هل ده يقلل من شأن المجلس؟ انا طالما انا بجيب كده الاداره التعليميه وما هو قد يكون اقدم منه، هو اقدم منه. انا ما بتكلمش على الظاهره الوظيفيه، انا بتكلم على نطاق العمل. نطاق عمل انا المسؤول عنه هو نطاق العمل الذي يعمل في نطاق مركز طنطا. اما واحد يمسك على عمل على مستوى محافظه الغربيه قانونا انا وذلك انا ايا كان ظهر كذا. انا مش بتكلم ظهر مدير عام او وكيل وزاره او ظهر الاولى. انا قانونا اللي يستدعي مجلس محل المحافظه ومسؤوليته وسؤاله. لان العمليه بتبقى داخل بقى مستويات مع بعضها. يعني انا مثلا مستوى القاهره بيستدعي مهندس عماره بقى عندي موظفين عايزين يحولوا التحقيق. طب المهندس صاد بقى لما هيجي يروح 9 وحدات هو هيشتغل. طب في على مستوى هل ده يقلل من شأن المجلس؟ هل ده يقلل من شأن المجلس؟ ما في اعضاء مجلس محلي مركز وفي اعضاء مجلس محلي ظهر وفي اعضاء مجلس محلي مدينه، فكل المستوى بقى انا ما حليتش اسامي زميل موجود في هو ده التنسيق والتعاون بينهم وبين بعض. احنا عندنا مشكلتنا موجود عندنا هكذا وكذا. مستوى الشعب برضه الاعلى هو متحقق. هل معنى ان هو اعلى ان هو احسن؟ لا لان هو اللي بيدي الفرق عشان ما تخشش الامور في بعضها. مش معنى انا لما اجيب واحد مدير مستشفيات اللي موجود في وزاره الصحه على مستوى الخمس اقليم ده نطاقي ولا مدير الاداره الصحيه النطاقي؟ ده اللي انا بوضحه. قد يكون مدير الاداره الصحيه الثاني درجه ثالثه ومدير الاداره التعليميه درجه مدير عام، بس ده اللي تحت ايه؟ حاسب. لكن انا هقدر احاسب بتاعي اول ما اقول له حول لي شؤون قانونيه هيقولوا جواب لا ده مجلس محل محافظه الاختصاص. يبقى انا راجل ايه؟ نخش في الجلسه بقى. لكن انا مصلحتي ان يجي وكيل وزاره التربيه والتعليم، مصلحتي يجي وزاره التربيه والتعليم وانا احيانا مش عارف ولا الكلام ده غلط. لكن ده اقصد مصلحه ان مدير عام وبرامج المجلس وكيل المجلس وطالما مدير الاداره يستطيع ان يحل المشكله وانا عندي جلسه في عليه اذا عدد عن حلها يقول انا يا حبيبي وانا يعني وهناك الموضوع ده بقى مش
قاعدين نتكلم عن حاجه شخصيه تخصني ولا تخص الدكتور محمود. زي ما انتوا عندكم غيره كان المجلس، احنا عندنا غيره كان المجلس. احنا عندنا 2 مدير ادارات لسه جايين جديد الادارات، مش بنقلل من شأنهم، ولكن مشاكل الادارات هنا الادرى بيها اللي كانوا ايدهم فيها، فكان من ضمنهم التخطيط. اذا كان ما كانش فيه مدير عام التخطيط ما يولي مدينه بعده، يبعت لي مدير اداره. مشكله لو حكم هو المسؤول عنها يبعت المختص عني. ده مش تقليل من شأن مدير الادارات. استاذ سيد لسه جاي اداره شأن جديد واكد فيه خبايا كتير وخبايا كتير في الاداره لسه ما عدتش عليه وما مرتش عليه. احنا هنا بننور البصيره ونحط ايدنا على المشكله عشان نحط عينهم عليها. يعني معنى كده ان مسؤول التخطيط ماليش ان انا اجيب حد من التخطيط وتعدي الجزئيه وتولى على المدارس، ولكن فيها لينا وقفه. لينا وقفه على ما نشوف بقى مسؤول التخطيط او المدير العام اللي ما بيجيش، طالما ان الدكتور محمود عنده مبادرات. وشكرا يا دكتور محمود، جدول اعمال الشغل.